قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. طبعا انا لسه جايه من الشرقيه يا حبايب قلبي وفاصله عايزه انام، بس قلت لازم اوري حبايبي المفاجاه اللي انا جايبها لكم من ايه، من الشرقيه. وانا جايه طبعا انا كنت بعيد في الشرقيه. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، تنعدوا لها بخير، وربنا يا رب مش يحرمني منكم ابدا ولا تنحرموا مني يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. طبعا طب انت جايبه ايه يا ام فرح؟ جايبه ايه؟ هوريكم يا حبايب قلبي انا جايبه ايه. هات كده يا كيمو، هاي بصوا يا حبايبي، بصوا الكرتونه دي فيها ايه؟ مش فيها شيبسي على فكرة، هي كرتونة شيبسي بس مش فيها شيبسي. هي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها كتاكيت. شايفين؟ شايفين القمر والجمال والحلاوة؟ بصوا، حاضر يا ابو كريم، ابو كريم بقول حطها على الكرتون. بصوا يا حبايبي، بصوا جعانين جعانين يا عيني. شايفين؟ شايفين الجمال؟ خرابي خرابي يا خرابي خرابي على الجمال، على الجمال والحلاوه. طبعا بصوا انتوا مشتاقين على ام فرح، بموت في تربيه الطير، بموت. بص نفسي انطلق كده في عزبه كده واربي فيها عزبه. بس يلا الحمد لله، ان شاء الله ربنا يوسعها علينا، وان شاء الله نشتري لنا بيت كده ان شاء الله، مش في حاجه بعيده عن ربنا، ويكون بيت واسع كده واملاه طير واملاه خير ان شاء الله. تعالوا بقى يا حبايب قلبي، نعمل لهم لنضة ونحط لهم انشاره ومش عارفه ايه عشان ندفيهم، ونحط لهم اكلهم. وتعالوا تعالوا تعالوا بس تعالوا هقول لكم هعمل ايه، بس تعالوا يلا. هاي حبايب قلبي، طبعا ايه، انا شلت الغسالة. طبعا انتوا عارفين الغسالة كان في المكان ده، انا شلت الغسالة ماشي يا حبايب قلبي، لان كنت في مرة برضو جايبة فراخ المرة اللي فاتت وربيتهم في نفس المكان ده. نحط بقى ايه، ادي السلك الوصلة بتاعتنا اهي ماشي يا حبايبي. طب احنا دلوقتي عايزين نحط الفيشة. هيكون السلك ده بكهرب يا ابو كريم؟ لا يا عسل، ابو كريم ممكن يكون عايز يكهربني ويخلص مني، انا عارف. يلا يلا. على فكرة في فيشة هنا، هات الفيشة دي. نحط الفيشة فين؟ نحط الفيشة هنا يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه شايفين النور؟ اهي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. واجيب بقى ايه، نورت لهم اهي ماشي حلوين، عشان اللي عايز يربي فراخ يربي مع ام فرح. بصوا بصوا يا حبايبي، طبعا ديت ايه، دي ايه، دي نشاره ماشي. نحط النشاره اهي، نحط النشاره على الارض. طبعا ايه، كل ما يكبروا بوسع لهم المكان. انا دلوقتي هعمل لهم ايه، حته صغيره كده على قدهم عشان هم لسه صغار ماشي يا حبايب قلبي. انا طبعا انا طبعا ما بحبش ايه، ما بحبش انا هشيل الفيشه دلوقتي عشان الفيشه مبوظه الاضاءه عندي ماشي، مش هتشوفوني كويس. شيل الفيشه ماشي كده كويس. بصوا يا حبايب قلبي،
تشتري فراخ من بره. ماشي، وادي بنشوره اهي قربت اهي زي ما انتوا شايفين. اهو يا حبايب قلبي قربت البنشوره اهو. بصوا هنجيب بقى ايه، نجيب الفراخ نحطهم. احسن ما تشتري فراخ من بره والفراخ بتبقى من بره عم واخده هرمونات ومش عارفه ايه والكلام ده كله. طلع بقى الفراخ من الكرتون. والله جايباهم من الشرقيه، جايبه الفراخ دي من الشرقيه. شايفين 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 رجلهم متلجة على فكرة، رجليهم متلجة. يا حبايبي يا حبايبي يا حبايبي رجلهم متلجة، رجلهم متلجة خالص. يلا يلا عشان احطلكوا واكل وتاكلوا وتناموا ومع نفسيكوا، عشان انا انام عن الرخص، عشان جايه من مشوار خلصانه ومستحيل ما بعرفش انام في اي مواصله، ما بعرفش انام ابدا ابدا. هات بقى يا ابو كريم حته الخشبه ننور لهم النور، عشان اللمضه دي بتعمل ايه يا حبايب قلبي، اللمضه دي بتدفيهم. ماشي، خلال اللمبه دي كده يا كريم. ماشي حاضر. بس جيب بس الخشبه، جيب الخشبه يا ابو كريم. نورت لهم اللمضه اهو عشان اللمضه دي بتدفيهم. حطها فين؟ الخشبه مش عارفه، اشوفها هنا كده في الاوضه من المره اللي فاتت. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ شايفين يا حبايبي بيجروا. بس انا بقى بدي احط لهم الخشبه هنا ايه حاجز كده يعني عشان مش يجوا على البلاط. هتنام الشكاره وتسندها على الشكاره. نعمل الشكاره فين كده. طيب ماشي. هذا احنا جبنا الخشبه اهو يا حبايب قلبي. ماشي، حط على جنب كمان شويه حسب الكتكوت. قدم الكريم كمان شويه. قوميها لو كان قوميها. لا قوميها. كده ازاي؟ ازاي؟ هنجيب الشنطه نحطها وراها. انما الخشبه دي تقيله جوه، لو وقعت على الكتكوت هتموت. ايوه طبعا تقيله خالص. طب يلا شايفين الخشبه يا حبايبي؟ استنوا نحط لهم حاجز اهو. يلا يا بنات حطها قدام من جوه ولا بره؟ حطها من بره الناحيات. حطها الناحيات عشان تمسك. انا كده؟ اه بس كده؟ اه شغاله تسحب. طلع الشكاره لو عايزه ولو لك. بصوا يا حبايب قلبي، وطبعا دي الميه اهي زي ما انتم شايفين. ماشي، ودي الدواء. انا قلت لابو كريم والله العظيم، قلت لابو كريم مش عايزه يا ابو كريم انت تجيب معاهم دواء ولا كده. شيل راسك يا كريم عشان كده شجيت كده في الكاميرا. فقلت ايه قلت لابو كريم مش عايزه معاهم دواء. بعدين قال هو بدي يعني الدواء كده ايه فوق الفراخ كده يعني ببلاش يعني مش بفلوس. فقلت خلاص ماشي. انا بقى بتصرف بقى، مش بحط لهم دواء، انا بتصرف بحط ليمون بحط عسل كده يعني، ما بستخدمش دواء يعني عامة. بس قال لي دي تحصينه وكده، فقلت ايه خلاص بما انه جاب الدواء فنحطه يعني عادي. فهو مديني 3. استنوا هي مكتوب عليها 2، مكتوب عليها دي رقم 2. خلينا في رقم 1، دي رقم 3 ودي رقم 1. يعني بعد ما واحد يخلص
ننقل على 2، بعد ما ال2 يخلص ننقل على 3. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا ممكن مش هحط لهم بقية الدواء دول، بس انا هحط لهم نمرة 1 دول، ممكن ما احطش بقية الدواء ده، او احط لهم بقى ايه عسل. وهتشوفوا بقى هحط لهم ايه، تابعوني كده وهتشوفوا انا هحط للفراخ ايه. واللي عايز يربي يا حبايب قلبي يجيب كده دفعة معانا كده ونربي. وهما بيقعدوا كام يوم، ممكن قاعدين 35 يوم 40 يوم كده يعني. وجيبوا ربي وشوفي انا بعمل ايه واعملي زيي عادي يعني، مش عيب يعني، كلنا بنتعلم من بعض، وانا برضو متعلمه برضو يعني من امي وكده عادي، العلم مش عيب يعني. يا حبايب قلبي هحط لهم ايه، غطا من دي، غطا طبعا كده اهو. هحط لهم الغطا اهو يا حبايب قلبي في الميه. نقفل على الدواء تاني عشان فرح بنتي مش تيجي اصلا، مش بتبطل كحوار. فرح دي مش بتبطل كحوارة، كنت لاقي لا قدر الله وتروح شربان. وافضل اقلب كده بايديا، واروح اغطيها كده واحط لهم بقى. خد يا حلوين يا حلوين يا حلوين، اشرب عطشانين يا عيني. وهنحط العلف بقى. هات يا كريم، هات البتاعة ديت بتاعت البسكوت والجرس دي، هاتها يا ابو كريم، هتلاقيها على المطبخ. اللي بنحط فيها اللب والشوكولاته ومش عارفه ايه، دي بتاعت العيد دي. طبعا بما ان حلويات العيد خلصت يعني، فخلاص نستخدمها نحط للفراخ. انا مش عايزه احط لهم لان انا عندي علافه كبيره، فعبال ما يكبروا يعني احط لهم في العلافه، دلوقتي احط لهم في البتاع دي. طب اشمعنى يا ام فرح بتحط لهم في البتاع بتاعت البسكوت والشوكولاته؟ عشان خاطر بحط لهم في الحته النجره دي. هات يا ابو كريم. انا يا حبايب قلبي ما بحبش الفراخ اللي متربيه في المزارع وكده. يا خرابي، شايفين كتكوت؟ شايفين هو المشاف الوكل اللي جاي يجري على الوكل. خليك كده في بيتك وانا احط لك الوكل، خليك محترم. يلا يلا روحوا كلوا بقى. يلا نحط البوكسه ديت نقفل عليهم اهو يا حبايب قلبي. خليها انا برضه. ماشي حاضر. بس طلعت صغيرة يا ابو كريم. ماشي، هنجيب لها اي حاجه تانية. هنجيب الشنطه اهو يا حبايب قلبي. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي، واشوف الشوكة على خير ومع الف سلامة. وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله يا حبايب قلبي. ومع الف سلامة، يلا باي. يلا يا كريم.